تالت نوع من انواع الفيرتيكال ماركتنج سيستم اللي هنتكلم عنه النهارده هو الادمنستريتد فيرتيكال ماركتنج سيستم. علشان افكركم بالموضوع واحنا بنتكلم في ايه، قلنا احنا بنتكلم كل ده في تشانل اورجانيزيشن، تنظيم او ترتيب او شكل قنوات التوزيع المختلفة. في نوعين من قنوات التوزيع، في conventional marketing distribution system او conventional distribution system. هنا البروديوسر ده entity، يعني هيئة مستقلة. الهول سيلرز دي هيئات مستقلة، الريتيلرز هيئات مستقلة، وبيتعاونوا مع بعض علشان يوصلوا البضائع او الجودز او البرودكتس للكاستمر. لكن كل واحد هيئة مستقلة، ليها ناس مختلفين، ليها معايير مختلفة، ليها أهداف مختلفة، وبالتالي ممكن يحصل تضارب في المصالح وكل واحد عايز مصلحته، وبالتالي ممكن يحصل مشاكل ونزاعات. تطور مفهوم الكونفنشنال ده لفيرتيكال ماركتنج سيستم. فيرتيكال ماركتنج سيستم هنا بشكل او باخر البروديوسر او المانيفاكتشرر والهول سيلرز والريتيلرز دول كلهم موجودين في يونيفايد سيستم. شكل السيستم ده اللي هم موجودين فيه واحد من ثلاثة، يا اما كوربريت فيرتيكال ماركتنج سيستم، يا اما كونتراكتشوال فيرتيكال ماركتنج سيستم، يا اما ادمنستريتد فيرتيكال ماركتنج سيستم. كوربريت فيرتيكال ماركتنج سيستم يعني افتكروها دايما بوان مان شو. وان مان شو يعني ايه؟ شركه واحده اللي بتقوم بكل حاجه، بس هي الديبارتمنتس المختلفه هي اللي بتعمل ادوار المختلفه جوه نفس الشركه. يعني الشركه اللي بتديزاين البرودكت هي الشركه اللي بتنتج البرودكت، هي الشركه اللي بتوزع البرودكت، هي الشركه اللي بتبيع كل حاجه. وبالتالي زي ايه؟ زي ابل في الولايات المتحده، زي زارا في اوروبا، وهكذا. بعد كده في مفهوم تاني للفيرتيكال ماركتنج سيستم اللي هو الكونتراكتشوال، يعني في علاقه تعاقديه ما بين اطراف علشان التوزيع او عشان السيستم ده يحصل، اللي هو بنسميه ايه؟ فرانشايز، اللي هو التوكيل، اللي هو فيه فرانشايزر اللي هو صاحب العلامة التجارية، افتكروها دايما بصاحب الكورة، وفي فرانشايزي اللي هو عايز يلعب بالكورة دي، فعايز ياخد الكورة دي من صاحب الكورة اللي هو الفرانشايزر. فبالتالي اللي عايز يلعب بالكورة دي وياخدها من الفرانشايزر سلف ده بيسموه فرانشايزي، وما بينهم علاقة تعاقدية اللي هي فرانشايز اجريمنت او الاتفاقية اللي بتنظم العلاقة ما بينهم. ممكن الكلام ده الفرانشايز ده يبقى مبني على الديستريبيوشن بس، زي موزع ابل في مصر، زي موزع بي ام دبليو اللي مع توكيل بي ام دبليو في السعودية، وهكذا. ممكن يبقى الموضوع انه ماسك السيستم كله اللي هو ايه؟ بيزنس، البيزنس موديل. زي مين؟ زي مثلا اللي واخد توكيل ماكدونالدز في مصر، زي اللي واخد توكيل فنادق هيلتون في الخليج مثلا. دول بيعملوا ايه؟ هم ناس بتوعهم وهم اللي بيدوروا البيزنس وكل حاجة، ولكن وفقا لمعايير واشتراطات الفرانشايزر. وممكن يبقى تالت حاجة خالص اللي هو المانجمنت، اللي هو مسؤول عن جزء معين في المنظومة أنا متعاقد معاه علشان إيه؟ علشان يعملها، زي المسؤول عن النظافة، مسؤول عن الأمن، وإدينا أمثلة. بنيجي بعد كده بعد الكوربريت والكونتراكتشوال الادمنستريتد فيرتيكال ماركتنج سيستم. هنا نوع من الفيرتيكال ماركتنج سيستم بتلاقي شركات او هيئات مختلفة ماسكة البرودكشن للديستريبيوشن، بس في ايه؟ في واحد متحكم في الليلة، في واحد عنده الباور ويزاوت اونر شيب، يعني هو ما بيمتلكش، لا يمتلك الاخرين، ولكنه مهم. وعلشان هو مهم كلمته مسموعة، علشان السايز بتاعه كبير والباور بتاعه كبير، فكلمته مسموعة وبيقدر يفرض شروطه كاملة على المنظومة رغم انه لا يمتلك هذه المنظومة. يبقى هي اشبه بمين؟ اشبه بالكونفنشنال، بس هنا بقى مفهوم متطور شوية، ان في حد مهم في المنظومة لا يمكن الاستغناء عنه او ما نقدرش نزعله، فعشان ما نقدرش نزعله فهو اللي هيسيطر، هو اللي هيسوق. هنا السايز والباور بتاع واحد من التشانل ممبرز هو اللي بيتحكم في المنظومة ككل، وهو اللي بيمتلك القدرة والسيطرة علشان يأثر ويتحكم في other members جوه منظومة التوزيع. هنا الكوردينيشن بيحصل من خلال الليدرشيب والباور بتاعت الدومينانت
ممبر، الشخص او الفرد او العضو المسيطر جوه منظومه التوزيع. ممكن يبقى السيطره دي جايه من البروديوسر، ممكن السيطره تبقى جايه من الموزع، ممكن السيطره تبقى جايه من الريتيلر، زي ما هنعرف امثله لكل حاجه. بس المهم ان في حد مسيطر على الليله، هو اللي بيتحكم وهم اللي بينفذوا شروطه، اللي هو باور ويزاوت اوثورتي. يعني عنده الباور ولكنه ما عندوش الاوثورتي الرسميه اللي بيخليه يمتلك المنظومه. هو مش هو ما بيمتلكش بقيه الشانل ممبرز، ولكن قوته بتخليه مسيطر. بروكتر اند جامبل دي شركه كبيره جدا بتنتج كونسيومر جودز، بتنتج تايد وبتنتج كريست وبتنتج جيلت وبتنتج حاجات كتيره جدا، وبالتالي ليها قوة واثوريتي رهيبة جدا على بقية افراد الديستريبيوشن تشانلز. تخيل هايبر ماركت ما فيهوش منتجات بروكتر اند جامبل، طبعا مصيبة. فبالتالي بروكتر اند جامبل داخلة في المنظومة هنا بايه؟ بقوتها والضغط اللي بتمثله منتجاتها على الاسواق. فهي ليها لارج ماركت شير، ليها حصة سوقية كبيرة، عندها بورتفوليو كبير جدا او برودكت بورتفوليو كبير جدا بيخليها يسمح لها بالقوة. يعني بالاخر كده لو قلنا بالبلدي عندها امارة، يعني لانها تفرض شروطها على الموزعين بتوعها وعلى الريتيلر، وتحط نفسها في اماكن قويه جدا جوه الشيلفز او على الشيلفز بتاعه الريتيلرز والهايبر ماركتس الكبيره دي، وتقدر تعمل اللي هي عايزاه بسبب ايه؟ قوه منتجاتها وحصتها التسويقيه. يبقى هنا المسيطر مين على المنظومه؟ البروديوسر او المنتج او المانيفاكتشرر. مثال اخر مهم جدا ان المسيطر على المنظومه مش البروديوسر، امال مين؟ الريتيلر زي وول مارت مثلا، وده احد سلاسل الهايبر ماركت الكبيره في الولايات المتحده. لو احنا طبقنا الكلام ده علينا في مصر هتلاقي كارفور مثلا او هايبر ماركت. مالهم دول بيسيطروا ليه؟ لان ده هايبر ماركت كبير، وانت عشان تبيع محتاج بضاعتك تكون موجوده في الهايبر ماركت ده او في الريتيلر ده، وبالتالي النوع ده من الريتيلرز هم اللي بيأثروا على السبلايرز او المانيفاكتشر. علشان ايه؟ علشان يتحكموا في المخزون، يتحكموا في الاسعار وهكذا. يبقى هنا العامل المؤثر في منظومه التوزيع هنا الريتيلر. في المثال السابق كان العامل المؤثر في منظومه التوزيع هو البروديوسر او المانيفاكتشر بتاع بروكتر اند جامبل مثلا. هنا المؤثر هو الريتيلر وهكذا. يبقى في فرد ما او عضو ما في منظومه التوزيع هو اللي مسيطر على الموضوع كله، على الرغم انه لا يمتلك رسميا بقيه الافراد داخل المنظومه. امال ايه؟ امال بيسيطر ازاي؟ بيسيطر بقوته، بالماركت شير، بتاثيره في السوق. فيديوهات افهم ماركتنج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتنج. افهم ماركتنج كمان موجود على هيئة بودكاست، على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.